أنا الإسلام أدبني وبالإيمان كرمني، فعشت العمر هانئة بعيدا عن لظى الفتن. أنا الإسلام أدبني وبالإيمان كرمني، فعشت العمر هانئة بعيدا عن لظى الفتن. بإسلامي سمت روحي وصنت بشرعه بدني، كتاب الله لي نور بفيض منه يغمرني، بفيض منه يغمرني. إن الوفاء محبب وله المروءة تنسب، يبقى الوفي على المدى مثلا جميلا يضرب، مثلا جميلا يضرب، ويظل بين رفاقه شمس الضحى لا تغرب. محمد الوهيبي يسأل عن مصافحة النساء بالأيادي. لا تصح لجملة أدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال لا أصافح النساء حينما كنا يبايعنه عليه الصلاة والسلام، وقال لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. نعم. وهكذا سار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، أخذا من هديه عليه الصلاة والسلام القولي والفعلي. فلا يحل لرجل أن يمس امرأة لا تحل له، أي امرأة أجنبية لا تحل له. قد يجد الإنسان فضيلة الشيخ أحيانا من النساء الكبيرات في السن اندفاعا نحو المصافحة، فإن رفض يبقى الوضع حرجا. يعني يخشى الترخيص في الكبيرات في السن، لأن هذا المصطلح حمال وجوه. نعم. لو كنا نتحدث عن القواعد من النساء، نعم، التي لا يشتهين ولا يشتهين، فذلك وضع خاص يمكن أن يراعى. أما ما سواهن فامتثالا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي بل يجب الالتزام والتنبيه بالكلمة الطيبة وبالنصيحة الرفيقة بأن هذا هو حكم الله تبارك وتعالى. هذا لا ينفي لا يمنع من المباسطة في الحديث بالمعروف ومن التسليم بالكلام، هذا كله سائغ مباح شرعا.